بالنسبة للوضع في غزة، الوضع الإنساني هو يعتبر وضع كارثي. الناس في غزة يوجد قتل وتدمير وتجويع لأهالي غزة، بالإضافة إلى التهجير. فأهالي غزة كل فترة ينتقلون من منطقة إلى منطقة. أغلب العائلات تم تهجيرها من منطقة إلى منطقة أكثر من 10 مرات. الحصار يمنع عنهم الطعام ويمنع عنهم الغذاء، يمنع عنهم الكهرباء، الإنترنت، الماء، كل شيء تقريبا ممنوع. ما يتم إدخاله إلى قطاع غزة هو فقط ما يكفي ليبقوا على الحياة. ويوجد الكثير من الحالات التي أصبح فيها سوء تغذية للأطفال وحتى لبعض يعني حتى الكبار. ونحن كمسلمين مطالبون أن تبقى قضية فلسطين، قضية غزة، قضية محورية في حياتنا. أنا كمسلم مسؤوليتي نحو إخواني في غزة هي مسؤوليتي نحو أبنائي. علي أن أبذل قصارى جهدي في أن أدعم إخواني في غزة، أدعمهم بالدعاء، أدعمهم بالإعلام، وأدعمهم بالمال. ونحث إخواننا على مقاطعة البضائع والشركات والمؤسسات التي تدعم العدو الصهيوني، ولا نستقل من قيمة المقاطعة. المقاطعة لها تأثير كبير جدا جدا على العدو وعلى داعميه. ونرى كثير من الشركات، مثلا شركة كارفور، ماذا حصل لها في الأردن؟ أغلقت جميع فروعها. وفي كل مكان يعني كثير من الشركات غيرت من سياستها بسبب المقاطعة. فكلما قاطعنا العدو أكثر كلما أثرنا عليه أكثر، والمقاطعة هي سلاح سلمي قوي جدا جدا. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لإخواننا المجاهدين في غزة، الحمد لله أخبارهم بخير وفاعليتهم بخير، ونحن نرى كل يوم الفيديوهات والإعلانات التي تصدر من طرفهم في الإثخان في العدو. والحمد لله رب العالمين. كان يظن العدو بأن استشهاد السنوار سوف يطفئ جذوة المقاومة، ولكن على العكس، إخواننا المجاهدين في غزة ارتفعت روحهم المعنوية باستشهاد القائد، فقالوا إذا القائد استشهد فماذا نحن نفعل؟ فالجهاد والحمد لله رب العالمين في غزة بجذوة عالية وقوي ومعنويات عالية، ولا يتسلل إلى إخواننا في المسلمين في العالم الإسلامي أي بطء أو أي يأس من استشهاد السنوار، وإنما بالعكس. كما أشيع عن استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أحد الصحابة: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد فماذا أنتم فاعلون بعده؟ فقام المسلمون وتحمسوا للجهاد أكثر وأكثر، وهذا يجب أن يكون حالنا. وبالنسبة للإشاعات التي تقول بأن المساعدات لا تصل، هذه إشاعات من طرف العدو وأعوان العدو، يريد منها إحباط المتبرعين. ولكن نحن نطمئنكم أن تبرعاتكم النقدية والعينية كلها تصل لمستحقيها في غزة.